في قرار نهائي أصدرته الحكومة الإسرائيلية بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت الموعد والقرار لضرب إيران بالتنسيق مع الحلفاء بقيادة أمريكا. القرار الذي جاء في نهاية جلستين مطولتين للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعدما أكدت تل أبيب أن إيران أطلقت 180 صاروخا باليستيا أتبع بتأكيد إسرائيل الرد بقوة على جبهتي القتال إيران ولبنان. عمليا يقول خبراء أن نتنياهو ألزم نفسه بتوجيه ضربة لإيران بأي ثمن، ويريدها ضربة موجعة وخلال أيام قريبة تستهدف منشآت نووية ونفطية ومبان اقتصادية واستراتيجية على حد قول مسؤولين إيرانيين. ولأن إيران أعلنت أنها سترد على أي رد إسرائيلي بشكل مضاعف، فقد لجأ نتنياهو إلى الحلفاء والولايات المتحدة بشكل خاص حتى تكون شريكة في اختيار الهدف وتولي مسؤولية الحوار مع طهران بشأن الحدود والسقف. وفي ظل تضارب الروايتين الإيرانية والإسرائيلية حول فاعلية صواريخ إيران، فإن قسما منها سقط في مواقع مختلفة، منها القاعدة الجوية نبطيم في الجنوب ومجمع عسكري شمالي تل أبيب، وأحدها وقع قرب مطار بن غوريون في اللد. لذا تلمس الإدارة الأمريكية بوضوح أن نتنياهو يقترب من خوض ضربات ضد إيران، فيما يشير مراقبون إلى أن الطرفين يتدارسان خططا عملية يهدف الأمريكيون فيها تحقيق بعض الأهداف الإسرائيلية، ولكن بشكل يجعل إيران تعود إلى أسلوبها السابق الصبر الاستراتيجي، ويجعلها لا ترى نفسها مجبرة على الرد.